خوتي مغاربة، السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ياسين دايلي. تستعد الفيفا لإرسال وفد معتمد من قبلها إلى البلدان الثلاثة المحتضنة لكأس العالم 2030. وأولى هذه الزيارات غتكون إلى مملكة إسبانيا، باش غادا تعطي واحد التقييم على الملاعب العشرة المقترحة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إضافة إلى ملعب واحد آخر لم يتم اتخاذ القرار الرسمي بإدراجه أو عدم إدراجه. فغادي تمشي تشوف هاد الملاعب ال10 الموزعة في أنحاء البلاد باش تعطي تقييم أولي، ثم بعد ذلك غتمشي إلى البرتغال، وختامًا غادي تجي المغرب. الخبر ها هو قدامي، كيقول إنه سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الأسبوع المقبل بزيارة تقنية إلى إسبانيا لتحليل حالة 10 من الملاعب المقترحة لاستضافة كأس العالم 2030. وتعد هذه الخطوة بمثابة أول تقييم ميداني أساسي لفحص البنية التحتية وخطط التنفيذ والمتطلبات التنظيمية في المدن المختارة لاستضافة هذه البطولة. وأفادت صحيفة الماركا الإسبانية أن جدول الزيارة سيبدأ في 9 مارس بمدينة برشلونة، التي تضم ملعب الكامب نو واستاديو دي كولونيا. وفي 10 يوم 10 تحط الرحال بمدينة سراغوستا، وفي 11 مارس تحط الرحال بالعاصمة مدريد. وصفة هذه الزيارة بذات أهمية خاصة، وتسعى مدريد لتصبح المركز العصبي لهذه البطولة. بغاو يسيطروا على تكون، يعني بغاو يسيطروا عليها تكون هي المركز العصبي ليها. وهاد القضية واخدة واحد المنافسة من عند المغرب. مع إمكانية استضافة المركز الدولي للإعلام. آآ حصلت كازا دي كامبو على أعلى تقييم، وكذلك المباراة النهائية. رغم أن الهدف ديال الاتحاد الإسباني لكرة القدم هو التأكد من إقامة النهائي في إسبانيا مع عدم استبعاد الكامب نو. ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الفيفا مع إدارة المطار وبلدية المدينة وجماعة مدريد والحكومة المركزية، كما سوف يزورون ملعب الواندا متروبوليتانو بمدريد وسانتياغو برنابيو. الصحيفة ديال ماركا قالت أيضًا إنه بعد هذه المحطات الأولى سوف تتوجه بعثة الفيفا إلى البرتغال لاستكمال تقييمها كذلك، حيث ستزور لشبونة في 12 مارس وبورتو في 13 مارس، ثم بعد ذلك وستعود عملية التفتيش إلى إسبانيا في الأسبوع التالي وفق الجدول الزمني المعتمد. 16 مارس في لاس بالماس، 17 مارس في إشبيلية، 18 في لا كولونيا، 19 في مارس 19 مارس في بيلباو، و20 مارس في سان سيباستيان. ومن خلال هذا المسار سيتم تقييم 10 من الملاعب الإسبانية المقترحة في البطولة. وكانت إسبانيا قد خصصت في البداية 11 الملعب، لكن مدينة مالاغا قررت عدم الاستمرار، والباب مفتوح إلى مدينة فيغو، ممكن أنها تعوّض مالاغا، ولكن واش يتم اتخاذ القرار أم لا؟ كاين هنالك مشاكل مع، يعني السلطات في فيغو دايرة إحراج الاتحاد الإسباني علاش ما بغيتوش تعتمدوا الملعب ديالنا، دخلوا في واحد النقاش اللي هو كبير، ولحد الآن مازال ما اتخذوش القرار النهائي. ديك الشي باش قلت لكم 10 زائد ملعب ممكن يتم اعتماده أو لا. مازال ما مازال ما خداوش القرار، بيناتهم يتفاهموا شغلهم هذاك. ثم يعني ومع ذلك لا يعني أن القائمة النهائية ستظل مكونة من 10 ملاعب فقط، فعملية الاختيار لا تزال مفتوحة، ويقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم يعني ممكن يعتمد أي تغييرات قد تطرأ. وفي هذا السياق تستمر مدينة فيغو وفالنسيا كي قلت لكم كمرشحتين محتملتين، وتعد فالنسيا ذات أهمية خاصة بالنسبة للفيفا بسبب موقعها وشبكة النقل فيها، لكنها لن تفحص خلال هذه الزيارة. نايض دابا جدال فيغو، حنا الأولى، حنا كنا قبل من فالنسيا، وعلاش دخلتوا في نقاشات مع فالنسيا وتجاهلتونا حنايا. فقريت بعض المقالات مرونة عندهم في الاتحاد الإسباني. وفيها وترتكز هذه الجولة على الجانب الفني بشكل واضح، حيث سيقوم ممثلو الفيفا بمراجعة جوانب البنية
التحتية وجداول الأعمال والمسائل القانونية مع المدن والشؤون الضريبية والمتطلبات التنظيمية أخرى أساسية لإقامة البطولة. وتشكل هذه الزيارة هي الخطوة الأولى المهمة في عملية التقييم، والتي سوف تستكمل لاحقا في الخريف، حيث تهدف الفيفا إلى الإعلان الرسمي عن جميع الملاعب المستضيفة لكأس العالم بحلول شهر ديسمبر. غادي يعلنوا على الأسماء ديالهم، ثم بعد ذلك غتستمر الزيارات إلى غاية سنة 2028. من بعد ما غادي يديروا هاد الزيارة الأولى إسبانيا، البرتغال، غادي يجيو للمغرب كذلك ويقوموا بنفس هاد العمل، يشوفوا الملفات ديال المدن المرشحة لاستضافة المباريات المونديال في المغرب: ملعب فاس، ملعب طنجة، ملعب أكادير، ملعب مولاي عبد الله، ملعب مراكش، وملعب الحسن الثاني في بن سليمان. ويعني غادي يجيو يشوفونا فين وصلنا. إضافة غادي يجيو يشوفوا الأمور المرتبطة المواصلات، وهذا الشيء اللي تكلموا عليه دابا في إسبانيا. نفس الشيء بالنسبة لينا حنا كذلك غادي يجيو. المهم هي زيارة أولية بعد المونديال. غادي تكون هنالك زيارات متتالية إلى أن تنتهي الأشغال في جميع الملاعب المونديالية. بالنسبة للإسبان نرجع نتكلم على النقطة ديال استضافة المركز الدولي للإعلام. آآ كاين أيضًا الدار البيضاء تنافس إسبانيا. لحد الآن لم يتم تحديد يعني المدينة اللي غتحتضن هذا المركز الدولي للإعلام الخاص بالمونديال. قالوا في المقال أعلى تنقيط، ما عنديش فكرة أنا بالضبط يعني كيفاش تم هذا التنقيط، ولكن راه كاينة المنافسة مع إسبانيا ولم يتم تحديد فين غادي المدينة المحتضنة. أما الموضوع ديال المباراة النهائية فهذاك تكلمنا فيه مرارًا وتكرارًا، وقلنا إنه هُم بغاو يعني يستغلوا الوقت ويحظوا بواحد الاعتراف سريع من عند الفيفا إنه الفينال غيكون في البرنابيو. يعني إلى قبل ما تنتهي الأشغال في ملعب الحسن الثاني في بنسليمان. هُما بغاو يطرقوا المسمار قبل ما يسالي الملعب الحسن الثاني. وهذه المسألة كنشوف أنا الفيفا ترفضها رفضًا مطلقًا. خاص يتم حتى يكونوا الملاعب كلهم انتهوا الأشغال فيهم، ويعني في الحلة النهائية ديالهم، ثم بعد ذلك غندخلوا في نقاشات على المباراة ديال الفينال. باش تجي تزرب على دير الزربة بهذه الطريقة هذه وتزرب على المغرب، ما يعني داك الشيء فيه شوية ديال الخبث. ولكن طالما الفيفا لحد الآن مازال ما قالش الكلمة ديالها، وإلا راه القوانين واضحة. فغادي نجي نشوفوا الفيفا غادي تجي للمغرب. خصها يعني التقييم الأولي ديالها خص يكون يعني ممتاز بالنسبة لأوراش المشاريع الكبرى للمغرب. ثم بعد المونديال كي قلت لكم سوف تتوالى الزيارات، وإن شاء الله إلا كان شي جديد حول هذا الموضوع تحديدًا، لأنه غادي يحظى بواحد التغطية إعلامية مهمة سواء في إسبانيا أو المغرب أو البرتغال، فأكيد غادي نخبركم بها أولًا بأول. فقط ما تنساوش الاشتراك في قناة ياسين دايلي، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم إشعار جديد القناة. ما تنساوش الإعجاب والتعليق لإبداء الرأي، وبارطاجيو الحلقة مع أصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي، ونشوفكم على خير.